بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوم جديد وروتين جديد وطاقة إيجابية جديدة يا حبايبي. حبايبي ومتابعيني دايما مشرفين ومنورين في قناتي. يا رب ما تحرم من دعمكم لنا أبدا يا رب. تعالوا النهاردة نشوف الكيكة القمر دي. كيكة جميلة جدا ببيضة واحدة عملنا الكيكة الجميلة دي، هتعجبكم بإذن الله. تعالوا نقول بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعالوا نبدأ الفيديو الجميل ده. والله بيضة واحدة زي ما انتم شايفينها، ومبدئيا من غير حلفان يعني. طيب بيضة واحدة، كيس فانيليا، كوباية سكر، ماشي يا حبايبي. طيب بعد كده هنقلبهم بالمضرب الكهرباء، يعني عشان خاطر ايه نختصر كده في الوقت يعني. لو عايز تعملي بالمضرب العادي مش مشكلة برضو، في الخلاط مش مشكلة. طيب هنضلنا نضرب زي ما انتم شايفين كده لحد ما يبيض معانا الخليط ده ويبقى لونه ايه ابيض كده زي الكريم شانتيه كده ويتقل معانا. هنبتدي هيكون معانا يا حبايبي بقى ايه، يعني حوالي تلات ارباع كوبايه زيت، او يعني ايه نص كوبايه زيت كده. لازال بنضرب برضه اهو لحد ما يبيض معانا خالص ويفتح وتحس ان هو هش كده وما شاء الله. طيب يا حبايبي بعد كده معانا كوبايه، احنا حطينا كوبايه ايه، تلات ارباع كوبايه زيت، ماشي، ضربناها مع بعض برضه. طيب بعد كده معانا كوبايه حليب برضه اهوت بدرجه حراره المطبخ، ما يكونش بقى دافي، يعني ايه لو فاتر مش مشكله، انما ما يكونش من التلاجة عشان خاطر ايه ما يبقاش يعني هبط الكيكه يا حبايبي. خلاص هنقلب ما شاء الله لحد ما السكر بتاعنا يعتبر ده بمية في المية اهوت، طالما نزلنا يعني لبن ما شاء الله مادة سايلة اهيت هتدوبه خالص. بعد كده يا حبايبي قلبنا اهو بالمضرب، خلاص المضرب الكهرباء شكرا لحد كده. هنقلب بقى بالمضرب اليدوي عشان خاطر ايه نجمع الخليط يا حبايبي مع الدقيق كده. طيب معانا كوبايه ونص دقيق، معلقتين نشا، ايه كيس بيكنج باودر يا حبايبي. طيب احنا مش هننزل المقدار ده على ايه، على مرحلتين كده او ثلاثه، مش هننزل بالدقيق كله يتكتل مره واحده يا حبايبي، والتقليب على اتجاه واحد زي ما انتم شايفينه ومن قاع البوله كده على فوق وطالع. طيب بعد كده هننزل برده بالكميه التانية زي ما انتم شايفين اهو. احنا معانا كوبايه ونص دقيق ومعلقتين نشا. الكوبايه ونص دقيق ديت نخليها مره واثنين وثلاثه، دي تالت مره ندخلها. ليه بقى؟ كل ما هتدخلي الدقيق كويس يا حبايبي، حتى برضو النشا هيتنخل، حتى البيكنج باودر برضو هيتنخل. ليه بقى؟ بصراحه بيدي نتيجه عن تجارب يا جماعه، ان الدقيق ده لما بيتنخل مره واثنين وثلاثه بيدي نتيجه حلوه باذن الله. اخر كميه معانا اهيت برضو ما شاء الله ايه نخلناها. هننزل بكيس ايه كيك شيف زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. استعملوا كيك شيف ما شاء الله بيخلي الكيكه بيضه وجميله وهشه كده وما تبقاش فيها ايه نقط بنيه كتير. اهو يا حبايبي برضو معلقتين نشا همت برضو نخليهم مع بعض همت. وهنقلب الخليط ده بقى ايه ما شاء الله، بس تقليب بحرص على اتجاه واحد، وما نكونش يعني تقليب بقى زي تقليب كده بنقلب اكل او كلام كده، لا زي ما انتم شايفين كده. شايفه الحركه الدائريه دي بصراحه بتخلي الكيكه ما تهبطش مننا يا حبايبي، ما بنكونش خرجنا الهواء اللي هو موجود في قلب مطرح ما ايه عملناه مع السكر والبيض كده. طيب هنحط بقى تكايه حلوه قوي، معانا عصره ليمونه كامله او لو هي كبيره يعني خدي شقه منها فلقه واحده وعصور العصره دي يا حبايبي وجربوا. بس في الاخر خالص الليمونه دي، ماشي، عصرة الليمونة دي في الآخر خالص. وهنقلب الخليط كويس معانا لا يمتزج ما شاء الله بالدقيق ببول بسباتيولا كده عشان ما يكونش راكد في على البولة من تحت. وبعد كده يكون معانا ايه الفورم انتوا شايفينه ده او صينيه عاديه، وهنكون دهنه زبده وايه وبدرنا بده يعني ايه بدقيق كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هننزل بالخليط بتاع الكيكه بتاعتنا. هنكون مولعين الفرن يا حبايبي ساب لمده 5 دقائق كفايه قوي، على نار متوسطه، يعني ايه مش متوسطه مايله يعني ايه للعاليه من تحت ومتوسطه من فوق لو الفرن بتاعك بيولع من فوق. وطبعا هتاخد لون من تحت، بعد كده هنطفي ونشغل لو هي ايه الفرن بتاعك مش بيحمر من فوق. اللي هيطلع معايا الكيكه جميله جدا. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ بصراحه الجمال زي ما بيقولوا خط الكلام خط الجمال، او الجمال خط الكلام. حاجه جميله بصراحه، والله طالعه اسفنجيه ولون زي ما انتم شايفين كده جميله جدا. لو وصلتوا معايا المقطع ده حطوا لي كومنت حلو كده ولايك جميل يشجع الفيديوهات دي، وفعلوا زر الجرس عشان ايه كل اشعاراتنا توصل لكم باذن الله. واللي ما اشتركش في القناه بتاعتنا المتواضعه الجميله دي يشترك، عشان اشتراككم بيسعدنا على طول وبيفرحنا. شوفوا الكيكه يا حبايبي والله العظيم طالعه ببيضه واحده يا جماعه، حد يصدق ان الكيكه الجميله القمر دي ما شاء الله وطالعه اللون، شوفوا اللون بتاعها، شوفوا جمالها، والله تقولي ده نايت من جوه وجميله جدا ما شاء الله. على فكره أنا حطيت رشه ده قولوا معايا يا حبايبي جوز هند في الاول وهي داخله الفرن، وبعد كده رشيت على وشها زي ما انتم شايفين. اوعوا تنسوا الكومنتات الحلوه اللي بتفرحنا. يا رب اشوفكم دايما على خير، مع السلامه.